مرحبا بكم في قناة زمرد. اليوم سنغوص في واحدة من أكثر القصص الغامضة والمخيفة التي انتشرت في السنوات الأخيرة. إنها قصة العجوز الراقصة الصربية، المرأة التي ترقص ليلاً في الشوارع بطريقة غريبة تثير الرعب في قلوب كل من يراها، وقيل إنها تهاجم من يقترب منها. هل هذه القصة حقيقية؟ وما السر وراء هذه المرأة الغامضة؟ دعونا نكتشف معاً. بدأت هذه القصة عندما انتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو غريبة لامرأة مسنة ترتدي ملابس ممزقة وتتحرك برقصات غير طبيعية في شوارع صربيا ليلاً. بعض الفيديوهات تظهرها وهي تلوح بيديها بطريقة غير مفهومة، وأحياناً تهمس بكلمات غير واضحة. وما زاد الرعب هو أن بعض الأشخاص زعموا أنهم رأوها تهاجم من يقترب منها أو من يحدق بها لفترة طويلة. الروايات المختلفة عن العجوز الراقصة. هذه القصة أثارت كثيراً من الجدل، وانقسمت الآراء حول تفسيرها. البعض يعتقد أن هذه العجوز مجرد امرأة مسنة تعاني من اضطرابات عقلية، وربما تكون مشردة وتتصرف بطريقة غريبة بسبب حالتها النفسية. لكن هناك روايات أخرى أكثر رعباً. بعض الناس يعتقدون أنها ساحرة تمارس طقوساً سحرية ليلاً، وأن رقصها الغريب ما هو إلا جزء من هذه الطقوس. وهناك من يزعم أن من يحدق بها طويلاً قد يصاب بسوء الحظ أو حتى يراها في أحلامه بشكل مخيف. شهادات أشخاص زعموا أنهم التقوا بها. في بعض المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي تحدث أشخاص قالوا إنهم رأوها بأعينهم. أحدهم قال إنه كان يسير في أحد شوارع بلغراد ليلاً عندما لمحها ترقص في زاوية مظلمة، وعندما حاول الاقتراب منها توقفت عن الرقص فجأة ونظرت إليه مباشرة قبل أن تصرخ بصوت مخيف وتهجم عليه. هرع الرجل هارباً، لكنه شعر طوال الليل أن هناك شخصاً يراقبه. هل العجوز الراقصة مجرد خرافة؟ بينما يعتقد البعض أن هذه القصة مجرد خدعة أو فيديوهات مفبركة انتشرت على الإنترنت لإثارة الجدل. هناك من يؤمن بأن وراء هذه العجوز لغزاً حقيقياً لم يكشف بعد. ماذا يجب أن تفعل إذا رأيتها؟ إذا صادفت هذه العجوز الراقصة في الليل، يقال إنه لا يجب أن تقترب منها أو تحاول الحديث معها. لا تحدق بها طويلاً، ولا تحاول استفزازها أو السخرية منها. والأهم، لا تحاول متابعتها أو تصويرها، فقد ينتهي بك الأمر بمواجهة غير متوقعة. ما رأيكم في هذه القصة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى لا تفوتكم المزيد من القصص المرعبة والمثيرة.